حامد. بص يا ابو احمد، احنا رضينا الناس كلها، بس العريس من اول امبارح ومن 3 اشهر ايام ما اتفق معانا يعني هو ورضا الحوت طالب من حضرتك حكايه الغزاله. ده الطلب الوحيد بتاع حسن العريس، فيا ريت حسن عندنا ده حاجه كبيره. ايوه لا سي ايوه من اولها لاخرها، وهنقفل جميع المايكات ونسمع حضرتك واول الشغل يا عم عمده وعلى النصر. ايوه يا ابو انا حبيبي نجم المزيكا النجم محمد عبد السلام. احنا شوف الشمس حبيب نسيت اصلا نسيت مين اللي كان عايش بيخلص لك. نسيت اصلا نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك. نسيت اصلا نسيت مين اللي كان عايش بيخلص لك. نسيت اصلا نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك. بتستقوى على اللي مسح له اطرافك. ده انا اللي قويتك وياما صلبت لك ظهرك. قويتك وياما صرفت لك ظهرك. خير بتعمل وشر ردنا في الاخر. بلا ابقى كسبان
زمان لما اخسر واحد زيك، خلاص ما بقتش فاكر مين وقف جنبك ومين ساب الحياة بحالها عشان خاطرك. ليه استغرب وليه ازعل مدى العادي، تفكر فيا ليه وانت نسيت نفسك. قليل الاصل قليل الاصل ايوه ظهر على اصلك. قليل الاصل يا ريتني ما كنت لا قابلتك ولا عرفتك. قليل الاصل ايوه اظهر على اصلك. قليل الاصل يا ريتني ما كنت لا قابلتك ولا عرفتك. قول يا حمصه صبر. انا هحكي حكايه الغزاله اللي اشتكت للنبي الهادي. يا عيني انا هحكي حكايه الغزاله اللي اشتكت للنبي الغالي. ده انا بقول يا موحدين ربنا صلوا على الغادي واسمع حكايه الغزاله اللي اشتكت للنبي الغالي. قالت له يا غادي انا وانا طالعه اجيب الاكل لاولادي صم اليهودي واليهودي جبار يا غادي. صم اليهودي واليهودي جبار يا غادي وحبسنا عنده بقاله يومين وانا سايبه صغاري جوا على الاتنين. قالت له اضمني عنده يا هادي وانا ارجع له بعد يومين. رد سيدنا النبي قال لي اليهودي اترك الغزاله وانا اضمنها لك تيجي لك بعد يومين. رد اليهودي من قاله ما هو اصله ما يعرفش سيدنا النبي. قال له ده رزقي ورزقي اولادي يا نادي. رد سيدنا النبي قال لي اليهودي بقول لك اترك الغزاله وانا حضمها لك تيجي لك بعد يومين. ترك اليهودي الغزاله رجعت لاولادها بتبكي. قالت لهم يا اولادي انا وانا طالعه اجيب الاكل صم اليهودي واللي ضمني عنده النبي الغادي. شوف رد اولادها كان ايه؟ قالوا الغلبه لك عليه
علينا حرام لما توفي الدين اللي ضمنت في جدنا بالغالي. رجعت الغزالة لسيدنا النبي يا ناس، رجعت الغزالة لسيدنا النبي. شافها اليهودي شافها اليهودي، شوف رده كان ايه، قال له يا هادي بحق ما ضمنت الغزالة ترجع لي بعد يومين، تضمني يا هادي عندي لقى رب العالمين. بس يا محمد صلى على النبي، انت عارف ان انا لما بقطعك اكني بقطع شرايين ايديا، دي حاجه انت حضرتك عارفها من زمان يعني. بس طلب البلد دي كلها وحسن العريس والرجاله اللي جايه من اخر الدنيا حكايه الغزاله من الاول. بعد اذن حضرتك يا محمد سقفونا يا جماعه يا ابو. ماشي يا حمصه. طب اللي عايز الغزاله تاني يسمعنا السقفه اهو يا عبد السلام، ما يزعلوش حد مننا. انا هحكي حكايه الغزاله اللي اشتكت للنبي الغالي. ده انا بقول يا موحدين ربنا صلوا على الغالي، واسمع حكايه الغزاله اللي اشتكت للنبي الغالي. قالت له يا غالي انا وانا طالعه اجيب الاكل لاولادي، صم اليهودي واليهودي غفر يا غالي. صب اليهودي واليهودي غفر يا غالي، وحبسنا عنده بقاله يومين، وانا سايبه صغاري جوا على البيت. قالت له اضمني عنده يا غالي وانا ارجع له بعد يومين. رد سيدنا النبي قال لليهودي اترك الغزاله وانا اضمنها لك تيجي لك بعد يومين. رد اليهودي من جهله ما هو اصله ما يعرفش سيدنا النبي، قال له ده رزقي ورزقي اولادي يا هادي. رد سيدنا النبي قال لليهودي بقول لك اترك الغزاله وانا هضمنها لك تيجي لك بعد يومين. ترك اليهودي الغزاله، رجعت لاولادها بتبكي، قالت لهم يا اولادي انا وانا طالعه اجيب الاكل، صم اليهودي واللي ضمني عنده النبي الغالي. شوف رد اولادها كان ايه، قالوا الغلبانك علينا حرام، قالوا الغلبانك علينا حرام. قالوا الغلبانك علينا حرام لما توفي الدين اللي ضمنت فيه النبي الغالي. رجعت الغزاله لسيدنا النبي، شافها اليهودي شافها اليهودي، شوف رده كان ايه، قال له يا غالي بحق ما ضمنت الغزاله ترجع لي بعد يومين، تضمني يا هادي عندي لقى رب العالمين.
حبيب غيرك عهدتك ليوم الازل معبود في يوم غيرك ونفسي اعود انا ما زل امل غيرك وحياة حبيبك النبي خصيبك النبي اللي ما تقف على الكرسي خصيبك النبي اللي ما تقف على الكرسي بتاعه وحياة حبيبك النبي يا رجالة خصيبك النبي اللي ما تقف على الكرسي وحياة حبيبك اللي اسماعيل الله
راجل واحد. شكرا. شكرا خاص نجم الاذاعه نجم التلفزيون. وكان اللقاء باسم الاعزاء عزيز المشاهد عزيز المستمع من مليونية عائلات العش درين نبروه. كنا وكان اللقاء ونجم المنوفية نجم جمهورية مصر العربية رونالدو النجم الفنان حامد عبده. لازلنا في ليلة جميلة حبيبي يا شعراوي. صب عليك يا شعراوي، انا بحييك يا شعراوي، بحبك. تحيه ليك يا شعراوي، وان كنت غاوي وان كنت ناوي اساس فرقتنا هو الشعراوي. تحيه ليك طبعا. قول اي حاجه على الطلاق اكسر لك الشاشه، والعايز البابيونه اقطعها كمان يا شعراوي، انا تحت امرك. لان طارق الشيخ